السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، كل من يشاهد الفيديو عساكم بخير وصحة وسلامة وعافية. اليوم رح ناخذكم جولة بسوق السبت، نشوف الأسعار. طبعا ارتفاع كلش قوي بأسعار الخضروات والفواكه، رح نتعرف عليها بالتفاصيل. طبعا اليوم سعر صرف الليرة التركية كل 100 دولار يساوي 1867 ليرة تركية. طبعا ما شاء الله درجات الحرارة صار 3 أيام 4 أيام تتراوح بين 20 درجة إلى 17 درجة. ما شاء الله صيف، أجواء حلوة. طبعا هيك وقت من العام الماضي كان الجو كلش برد وأكو تساقط ثلوج بهيجي أيام من السنة، لكن سبحان الله السنة الجو كلش بفرق. طبعا مثل ما تعرفون تشهد تركيا ارتفاع عالي بأسعار الخضروات والفواكه. اليوم راح نتعرف على هذه الأسعار بالتفصيل وبالدينار العراقي، حتى تكون عندكم فكرة للناس اللي ممكن يكذبون كلامي أو ممكن يقولون لا الأسعار حلوة ورخيصة وتركيا رخيصة. لأنه بالفيديو السابق هواية قالوا أنه الوضع مستقر والأسعار مناسبة وماكو أي شيء من هذا القبيل ومن ارتفاع الأسعار. فاليوم أنا حبيت أصور لكم هذا الفيديو أوضح لكم بيه بالتفاصيل أسعار الخضروات والفواكه بتركيا، وبعدين راح نستمر فيديوهات ثانية نعرض بيها باقي أسعار المواد الغذائية والمستشفيات وغيرها. مثل ما تشوفون هذا سوق السبت اللي كان مزدحم بالناس، شوفوا فارغ، وإحنا صراحة وقت عصر المفروض يكون هو بأوج ازدحامه، لكن إقبال قليل بسبب عودة العوائل العراقية. السوق كان مليان عراقيين، كنا نطلع ملحق من قد ما نسلم على الناس أصدقائنا ومعارفنا. السوق فارغ مع الأسف، مو مثل ما كان بالسابق، لأن الناس هواية رجعت، أغلب العالم رجعت للعراق، خاصة اللي جاهم رفض إقامات وغيرها مثل ما أنتم تعرفون ومثل ما حكينا إحنا بفيديوهات سابقة. زين، طبعا برتقال أسوأ نوعية الكيلو ب10 ليرات. تفاح أيضا يعني أرخص شيء بالسوق هو ب10 ليرات. ليمون همينه ب10 ليرات. أما الحاجة الزينة تكون أغلى من هذا الشيء، وهسه راح أصور لكم راح تتفاجئون بيش الباذنجان، الفلفل، الغيرها من الخضروات اللي أي بيت تكون هي فد يعني غذاء رئيسي للعائلة. كيلو الطماطة ب25 ليرة وب30 ليرة، يعني تقريبا كيلو الطماطة ب2500 دينار يعادل. الفلفل نفس الحالة، الكيلو ب25 وب30، يعني همينة سعر الكيلو ب2500 دينار عراقي. وهسه راح قدامكم راح تشوفون التفاصيل. زين، الشلغم والشونذر وهذني الأشياء المحاصيل الشتوية عفوا، الكيلو أكو ب10 وأكو ب15 ليرة تركية. زين، الخضروات أغلبها يعني الباقة الوحدة مثل ما احنا نقول بالعراقي ب5 ليرات، هي أرخص شيء. الخيار نفس الحالة، الخيار الكيلو ب20 وب25، يعني ب2000 دينار كيلو الخيار، بين 2000 وال2000 وشوية عراقي. الخس همينه ب20 ليرة، الراس الواحد مالت الخس ب20 ليرة، يعني تقريبا ب1500 دينار. الليمون ب10 ليرات مثل ما أنا قلت لكم بالبداية. الجزر همينه أكو ب12 ليرة، أكو ب10 ليرات، أكو ب7 ونص، يعني حسب النوعية الزينة. زين، يعني اللالنقي تقريبا الكيلو موجود ب10، موجود ب15، موجود ب20، يعني ب1500 ونص، ب2000 دينار عراقي. عموما إذا نقدر نقول الأسعار، فالأسعار كلش صاعدة، الأسعار يعني مو رخيصة. البوتيتا الكيلو ب10 ليرات، البصل همين الكيلو ب10 ليرات، اكو ب15 همين، حتى البوتيتا اكو ب15 مثل ما تشوفون قدامكم. الفلفل ب20 ب25، الموز اكو ب10 وب15، تفاح ب10، يعني اغلب الشفتان التفاح اكو ب10 واكو ب12 ليرة. عموما السوق ما بيذيك الحركة مثل ما تشوفون، السوق فارغ. اغلب الناس صراحة يعني اللي ياخذ وياه للسوق 300 ليرة ما تكفي، خاصة اللي عنده عائلة
اللي يريد ياخذ له كيلوين خيار ب50 ليرة أو ب60 ليرة، كيلوين طماطة ب60 ليرة، هذني كيلوين طماطة وكيلوين خيار راح يصيرن 120 ليرة. يعني 120 ليرة مو سهلة. زين 120 ليرة يعني مو مبلغ هين مثل ما تتصوروا، لا يعني مبلغ كبير ومو سهل يجي ومو سهل الواحد يحصله. زين لذلك احنا بنقول ارتفاع الأسعار، فارتفاع الأسعار واضح وحقيقي. اللهانة الوحدة الحبة اكو ب5 واكو ب10. هاي الفلفل قدامكم اكو ب20 ب30. الباذنجان اللي هو يعني اكل الناس البسطاء مثل ما تشوفون قدامكم الكيلو سعره 25 ليرة تركية، يعني تقريبا ب2000 دينار. الخيار أسوأ نوعية القديم كلش وتعبان وذابل ب15. زين هاي الطماطة الخضرة ب15، طماطة الزينة ب30، الخيار ب25 ليرة. قدامكم مثل ما تشوفون انتو الأسعار، يعني بين 2500 دينار سعر الكيلو إلى 2000 دينار. يعني العائلة اللي عندهم أطفال شلون يرتبون أمورهم؟ هي أبسط شيء هاي الطماطة والخيار والبوتيتا والبصل والباذنجان أكلنا كنا إحنا، يعني ماكو واحد ما يعني ما أتى وصينيته ما تحوي على هاي الأشياء. زين أبسط مسواق إحنا سوقنا شوية فواكه على كيلوين خيار وكيلوين طماطة وبوتيتا ولالنجي وبصل وهيج سوالف، صارت علينا تقريبا ب400 ليرة. زين هال 400 ليرة تصوروها أنتم مسواق شهر؟ لا والله، مرات نص الأسبوع نحتاج نسوق مرة الثانية، وإحنا يعني مو تقولون عائلة كبيرة. زين يعني تصورون العائلة اللي عندهم 6 نفرات 7 نفرات أطفال صغار، يعني شلون الطفل هذا الصغير شلون يقتنع؟ زين فاليوم الأسعار كلش صاعدة. البيضة الوحدة ب3 ليرات. زين البيضة الوحدة سعرها 3 ليرات. يعني إن شاء الله نقول إحنا ندعو إنه الأمور تتحسن يا رب. لكن حبيت اليوم بهذا الفيديو زين أبين لكم أسعار الخضروات والفواكه من سوق السبت، اللي يعتبر هو من أرخص الأسواق، أرخص وأنسب الأسواق بتركيا، وبالتحديد من محافظة سامسون. أتمنى الفيديو اليوم متابعيني استفادتوا من عنده، استفادتوا بي من المعلومات اللي قدمتها. صح ممكن التصوير شوية مو مضبوط، لكن اعذروني أنا شوية يعني مريضة وتعبانة، لكن حبيت أوصلكم الفكرة، وإن شاء الله توصل الفكرة لكم. وإن شاء الله الفيديوهات الجاية راح تكون مهمة وبها معلومات كافية للناس ولعوائلنا وأهلنا العراقيين والعرب الموجودين بتركيا وخارج تركيا. ومع السلامة.